أسامة إدريسي طبعا بتاع نادي باتشوكا المكسيكي في الميركاتو الشتوية هيكون في نادي الأهلي. أنا عايزك بس تبقى مع القرار دوت ولا ضد القرار ده؟ يعني أنت شايفه إن هو هيبقى في ناس كتيرة قوي مشبهاه بأحمد عبد القادر بنفس التفصيل بنفس المهارة بنفس اللعب بكل حاجة. في ناس تقول لك لا، طالما أنت هتجيب لاعب أجنبي وبنفس الكواليتي بتاع احمد عبد القادر يبقى ترجع احمد عبد القادر احسن. خبر عاجل واعلام مفاجئ في نادي الاهلي واخبار مهمه جدا جدا في حلقه النهارده من تايم الاهلي. رسميا اسامه ادريسي مضى رسميا لنادي الاهلي لمده 3 اعوام في يناير المقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من تايم الاهلي، ان شاء الله تكون حلقه مميزه عليكم لكل الاهلاويه. معانا اخبار مهمه جدا 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 النهارده. كمل معايا الفيديو لحد اخر لحظه علشان الفيديو هتكون فيه او هيكون فيه اخبار مهمه جدا وصفقات للاهلي يعني مفرحه لنادي الاهلي. ان شاء الله في الجزئيه الاخيره، في اخر الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه هتكون مفاجاه هنعلنها عن نادي الاهلي بشكل رسمي. ان شاء الله لو لسه بقى ما ضغطتش على اللايك اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من تايم الاهلي. ان شاء الله كمان لو لسه ما ذكرتش الله اذكر الله وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. معانا النهارده اخبار يعني مفرحه لنادي الاهلي واسئله جات لي من بعض الجمهور. طبعا قالوا لي اطلع يعني قول اللي احنا هنقوله ده بالظبط، يعني اللي انا هقوله لكم ده حد من الجمهور هو اللي قاله، تمام؟ وشوفوا يعني رأيه يعني حلو ولا ممكن يفيد نادي الاهلي. يعني شاركوا برأيكم في التعليقات. هنقول بس كده اللي الشخص ده قالهولي. هو بيقول لي مثلا لو الاهلي رجع محمد عبد المنعم، تمام؟ هو حاطط لي صفقة قدام صفقة، يعني هو ذكي شوية، قايل لي جيب كذا يعني قول كذا ومشي كذا، وهو اللي انا هقوله لكم ده هو اللي قايله بالظبط. يعني بمعنى الكلمة قال ايه؟ يرجع محمد عبد المنعم، ده كلامه موجهه للكابتن محمود الخطيب، يرجع محمد عبد المنعم ويمشي مكانه يوسف ايمن، تمام؟ مع اشرف داري ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، تمام كده؟ يعني هو عايز محمد عبد المنعم يرجع ومشي يوسف ايمن ويستمر مع اشرف داري ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، تمام كده؟ خط الوسط بيقول بقى في خط الوسط يجيب محمد علي بن رمضان مع عودة حمدي فتحي، طبعا اللي هي رسمي خلاص، مكان مين بقى؟ كريم ندفد، تمام؟ يمشي ويجيب محمد علي بن رمضان. في الأجنحة بقى بيتكلم في مين؟ بيتكلم في إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز، طبعا مع عودة عبد القادر ووجود الشحات ورضا سليم، طبعا في الونجات. يعني هو مش هيمشي رضا سليم، تمام كده؟ لو عاجبكم الكلام ده شاركوني معايا في الرأي ده في تعليق. قال بقى على المهاجمين يعني صفقه، يعني انا شايفها فعلا لو الاهلي عملها، بس المشكله ان الصفقه اللي هو كاتبها دلوقتي النادي بتاعه هيشارك في كاس العالم للانديه فمش هيقدر ان هو يسيبه. ما علينا، احنا هنقوله برضه. قال المهاجم سفيان رحيمي مع عوده محمد شريف. محمد شريف وارد ان الاهلي يجيبه، لكن سفيان صعبه شويه. طبعا قال الاجانب بقى اللي هتبقى في نادي الاهلي كلها الخمسه اللي هو عايزهم يبقوا موجودين في نادي الاهلي والباقي يرحل. قال يحيى عطية الله واشرف داري ومحمد علي بن رمضان ورحيمي اشرف رحيمي ورضا سليم، ادي الخمسه اللي الاهلي. يعني هو كده مطير علي معلول، مطير بيرس تاو، مطير اليو ديانج. مين تاني؟ ذكروني لو في حد من الاجانب انا ناسيه.
هو مطيره، فهو عايز الخمسه تاني هنكررها لكم، عايز الخمسه: يحيى عطية الله، واشرف داري، ومحمد علي بن رمضان، ورحيمي، سفيان رحيمي، ورضا سليم. الخمسه دول لو انتوا شايفين فعلا اللي هو قاله ده هيعمل حاجه في نادي الاهلي او هيغير حاجه في نادي الاهلي، شاركونا برايكم في التعليقات. ده حد هو اللي قايل لي اطلع والنبي اتكلم وقول على المجموعه اللي انا هقول لك عليها دي. تمام. المهم تعالى بقى نخش على اللاعب اللي معانا، او لا نقول الخبر دوت برضو. الخبر ده: الكندوسي لاعب كبير. كندوسي لاعب كبير، يعني لو الاهلي ركز شوية هتلاقيه افضل من اي حد هيجي صانع العاب في الوقت ده للاهلي. انا عايز بس يعني ادارة الاهلي لو ينفع ان هي تتراجع على اللي هي قالته يا ريت يحصل، علشان الكندوسي لاعب كبير جدا. انا اتفرجت له، يعني انا اتفرجت له ايه، انا كل ما بتفرج على نادي سيراميكا ما بلاقيش حد بيلعب غير الكندوسي. لاعب ممتع كده، انا بحب اتفرج عليه وهو ماسك الكوره. قرار البيع لنادي سيراميكا اللي الاهلي صرح بيه يا ريت يسحبه ويرجع اللاعب للنادي تاني. انا بقول وبعمل اللي عليا. طبعا اسامه ادريسي طبعا الجناح، جناح ايه بس، جناح طاير، جناح جامد طبعا، بتاع نادي باتشوكا المكسيكي في الميركاتو الشتويه او في يناير اللي جاي. هي الشتويه هيكون في نادي الاهلي. انا عايزك بس تبقى مع القرار دوت ولا ضد القرار ده. يعني انت شايفه ان هو هيبقى في ناس كتيره قوي مشبهاه باحمد عبد القادر بنفس التفصيل بنفس المهاره بنفس اللعب بكل حاجه. في ناس تقول لك لا، طالما انت هتجيب لاعب اجنبي وبنفس الكواليتي بتاع احمد عبد القادر يبقى ترجع احمد عبد القادر احسن. فانتوا لو انتوا شايفينه ان هو هيفيد نادي الاهلي فعلا، اللي هو اسامه ادريسي، شاركونا برأيكم في تعليق وقول لنا اللي انت حبه او اللي انت شايفه صح للنادي الاهلي يعمله. هل فعلا يتعاقد مع اسامه ادريسي ولا يرجع احمد عبد القادر تاني لنادي الاهلي؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان اذكر الله 10 مرات في تعليق. كل اللي انا طلبه منكم تذكروا الله 10 مرات في تعليق، وتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي من تايم الاهلي. وفي النهايه شكرا لدعمكم، واشوفكم بكره الساعه 2 الظهر او العصر اللي انت شايفه على خير. شكرا، سلام عليكم.